السلام عليكم حباباتي صحاباتي خواتاتي الفراولات ديالي الغزالات دياولي كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غبرت عليكم هاد اليومين حطيت لكم واحد الوصفات باش تستافدوا منها هكذا، كنتمنى تكون عجباتكم، ولكن راني ما ناسياكمش في مواضيع الفراوله، راكم عارفين دائما معاكم ودائما انا وحده منكم، ودائما كيشغلني هذا الموضوع اكثر واكثر قبل منكم، ولهذا كنشارك معكم الا كان شي جديد اخوتي كنشاركوا معكم طبيعة الحال، وكنبغي نفرحكم به وكنبغي نقربكم أكثر من هذا الميدان، وكنبغي نجيب لكم كل ما هو جديد في هذه الصورة هذه. المهم بالنسبة للأخوات كنشكركم جزيل الشكر في التعاليق ديالكم اللي كيجيوني، رغم أن كيكون الفيديو يعني مغاير على الفراولة، كيجيوني عدد من التعاليق كيقول لك فين أختي، واش كاين شي موضوع زوين على الفريز، واش كاين شي جديد على الفريز، واش كاين شي حاجة ما يتقال على الناس الجداد، واش كاين شي حاجة ما يتقال على الناس القدام. فأنا كنقول لكم كل شي موجود الحمد لله. هاد السنة ديال 2023 كانت يعني حنا ضامنينها والضامن هو الله سبحانه وتعالى، وعندنا تفاؤل كبير بالله سبحانه وتعالى، وحنا ما دمنا أننا متفائلين بالله عز وجل ما عمرنا نتخسّوا، ما عمرنا يعني تخصنا شي حاجة، وانتوما كذلك ومثال، ديروا يقينكم في الله وحتى حاجة ما تخصكم. يعني كنقولوا هاد السنة يعني حنا متفائلين غادي تجي كلها خيرات إن شاء الله، وكلها مستقبل للبنات، وكنتمنى لكم ما أحسن من هاد الفراولة هادي اللي كتمنى كل وحدة تمشي تخدم فيها، كنتمنى ما أحسن منها. الرزق اللي غادي تمشيو تقلبوا عليه تما كنتمنى يجيكم حتى لبين يديكم الأخوات ديالي، والله غزالات وعزازين عليا بزاف وكتسولوا فيا وكتواصلوا معايا في التعاليق في القناة، إلا شفتوني غبرت شوية كتسولوا فيا، هذا يعني كيحز في نفسي كيعطيني واحد القوة وواحد الشجاعة باش هكذا نقربكم أكثر من الصورة يعني ديال الفراولة. وكذلك يعني بالنسبة للتجربة ديالنا ويعني والخبرة اللي كنكونوا هكذا استفدنا منها، كنقولوا لما لا يستافدوا منها حتى النساء الجدادات حتى هما يعني ياخذوا معلومات وتكون هكذا عبرة عندهم يعني بالنسبة لهذا الميدان هذا. فما نبخلوش عليكم، وانتم عاوتاني ما تبخلوش علينا بالتعليق ديالكم الزوينة، لي لايك ديالكم، اللي ما مشاركاش في القناة تشارك باش يوصلها الجديد. فيعني شحال من متتبعة عندي تبارك الله، راه عندي 8000 متتبع ومتتبعة. كاين منهم الغرابين على الفراولة، وكاين منهم اللي يعني خاصين في الميدان ديال الفراولة، فيعني المشاهدة كتكون أقل من ديك 8000 اللي عندي في لي زابوني، يعني المشاركات، رغم أنني أنا يعني ما مدخلاش شي حد اللي غير مضامن معايا في القناة أولا غير يعني مساعد معايا بالنسبة لي زابوني باش هكذا تكبر ليا القناة. فأنا كنحط يعني من أول بداية القناة كنحط الفيديو، يعني سواء اللي بغى يشارك واللي ما بغاش يشارك مخليها يعني هو والموضوع اللي كيخصو واللي كيعجبو كذلك، واللي بغى يشارك معنا مرحبا به، واللي ما بغاش حتى هو كذلك ومثال مرحبا به. فما يعني ما دايراش شي كما كنقولوا شي مساهمة أولا شي حاجة بالفلوس باش هكذا يدخلوا عندي الناس. فهادو المشاركين ولا المتتبعين دياولي راهما يعني طبيعيين بدون شراء، ما شارياهم ما عطياهم حتى شي حاجة، يعني متتبعين يعني كما كنقولوا كالعائلة، يعني هما داخلين في القناة يعني براحتهم، ما شارينهم ما كاسبينهم ما حتى شي حاجة، فكنقول لهم شكرا على المتابعة ديالكم. فهذا يعني كيجعلني كنفكر وكنقول الثقة في القناة يعني بدات كتكبر يعني بالنسبة للمتتبعين والمتتبعات دياولي، فكنزيد كنتشجع وكنعطيكم أكثر. بلا ما نطول عليكم البنات، كما كتعرفوا يعني أول ما كيبدا التعياط على البنات القدامات، فكل شركة كتنتسب أولا كتنسب العدد أولا الكمية اللي بغات ديال العاملات القدام، كذلك ومثال كيبقاو الشركات أخرين كيخصوهم العدد اللي هو ما فيهمش القدام، يعني فيهم غير الجداد أولا كانوا عندهم نساء قدامات وغادي يزيدوا منهم جدادات. بطبيعة الحال ملي كيبداو يستدرجوا العاملات القدامات أولا أول فوج كيعلنوا بأنه غادي يمشي، فكيبداو مباشرة باش كيعيطوا على الجدادات باش يصوتوا هما الدواسة ديالهم
باش كيشوفوا ليهم الوقت ديال الفوج ديالهم، يا إما في الوسط، يا إما في شهر 3، يا إما في شهر 2، المهم كُلّا وفين كيجيها المرحلة أولا لو ديبار ديالها باش غادي تمشي ترزق الله وتخدم على وليداتها، وهكذا كتعمّر يعني واحد العدد أولا واحد الشخص اللي كيكون ناقص في هذيك الشركة. بالنسبة كانوا عنده القدام، لما كانوش عنده القدام راه كيمشيو كلها يعني جدادات بالنسبة لديك الشركة. كنعرف أنا شركات عندهم غير 5 ديال العاملات وقدامين معاهم، يعني فلاح صغير عنده 5 د العاملات قدام ومعاه ولاو بحال العائلة ديالو، ساكن حداهم، هما ساكنين حداه، يعني هو والعائلة ديالو والمرا ديالو الوليدات ديالو كيقيلوا خدامين معاه هكذا، وفي الآخر كيمشيو لدارهم كيباتوا فيها، داير لهم فين يسكنوا، داير لهم فين يستقروا، داير لهم لي شومبر ديالهم كل وحدة والشومبرة ديالها، يعني بحال العائلة. وكاينين شركات كبار بحال هادو ديالنا يعني اللي عندهم فينكات، يعني عندهم فينكات بزاف، وعندهم ديور، عندهم كرفانات، عندهم بزاف المسائل، وقادين بهداك الشيء، يعني ماشي مخصوصين وما قادين به، دايرين كل وحدة فين تسكن، كل وحدة فين دوّش، كل وحدة فين كتنعس، يعني من مجامعه. بالنسبة للتقدية راهم تا هما قادين بها، الكيران ديالهم كيجيو عندك ساعة ساعة كتقداي، يعني هما لا داروا شي حاجة راه ما كيقدّوا بها كما كنقولوا. الثمن تاني كذلك كلشي كيتخلص، كلشي كيخدم، وكلشي كيزيد السوايع، وكلشي كيتخلص في وقاتو، يعني كلشي منظم ومضبوط. حنا كنتمناو هاد الشي اللي كاين تما يكون عندنا هنايا، كنتمناو في القريب العاجل تخدم بلادنا من ناحية المسؤولين، تخدم بالجد وبضمير حي وبالكفاح، باش هكذا داك الشي اللي كيمشيو يهاجروا، يعني لا نساء ولا رجال كيهاجروا على برا وكينميو الاقتصاد ديال بلدان وحدين اخرين، ينميو الاقتصاد ديال بلادنا النيت. فهاد الشي ما كنتمناو خوتي. بالنسبة للجدادات ما تقلقوش، راه ما غادي يعيطوا لكم إن شاء الله، غادي يبداو يعيطوا عليكم، لأنهم مادام أنهم علموا القدامات باش غادي يمشيو، فانتوما غادي يعيطوا لكم باش تبداو توجدوا الدواسة ديالكم قريبا إن شاء الله، هكذا باش غادي تمشيو تخلطوا مع القدامات سواء في الفوج الثاني أو لا في الثالث. المهم كيبقى الاستدراج ديال العاملات حتى لأواخر شهر 4. وحنا في الأول كما قلت لكم في الفيديوهات ديالي السابقة، راه قلت لكم حنا النساء الجدادات اللي كنا تسجلنا أول عام، حنا طلعنا حتى للتالي ديال شهر 4، خدمنا شهر 4 وخدمنا شهر 5 وشهر 6 وشهر 7 عاد جينا، بحال خدمنا 3 شهور هكداك وجينا، أولا شهرين ونص. بالنسبة الخدمة خاصها غير تكون يعني إلا طلعتوا معطلين وخدمتوا، راه ماشي بحال طلعتوا بكري وما خدمتوش، راه باش تشوفوا الناس كيطلعوا هنايا بكري في بعض الفينكات والله اخوتي ما كيلقاوش الخدمة، وكيكون الفريز باقي خضر، وكيكون الكونترولة تابعينهم، كيكون بزاف ديال الصداع. إلا حيدتي الفريزة باقا خضرا كيكون عليها المشاكل، أولا إلا ما حيدتيهاش ما عندكش باش غتعمري الصندوق باش تخرجيه، كيكونوا مشاكل. كنتمنى ربي يديكم في الوقيته ديال الخدمة اللي كتكون في شهر 3 وشهر 4 وشهر 5. أما بالنسبة لشهر 1 وشهر 2 كاع ما يهمكم، لأنه واخا كتكون فيه الخدمة كتكون قليلة وكتكون فيها المشاكل والتتبع ديال الكونترولة، وبنادم أول مرة غادي يخدم، فما نبغي لكمش هاد الشي هذا. نبغي لكم تطلعوا في الوقيته اللي كيوجد الفريز كتحيدوا حمر، كيبان لكم فريزة حمرا كتحيدوها بدون مشاكل بدون شكوى، وكتمشيو حتى كتعلموا هكذا كتستنفعوا واحد 15 يوم كتوليو كطيروا في الخدمة وكتعرفوها كيفاش دايرة، والخلاص ديالها هو هذا. إلى فيديو قادم غنخليكم هذا كل ما جاء في هذا الفيديو باش ما نطولش عليكم. فيديو جديد إن شاء الله غيكون فيه خير وكل أخبار سارة إن شاء الله متنوعة وكلها كتفرح، وكنتمنى الله يرزقنا ويرزقكم الرزق وحسن خاتمة، وتهلاو ليا في راسكم، وإلى اللقاء.